أبوك وأمك ما سألتش نفسك هم شافوا من الوجع والآلام والتعب والذل قد إيه؟ شافوا كتير قوي عشان سيادتك تقف قدام الناس وتقول أنا فلان الفلاني ابن فلان الفلاني اللي في المكان الفلاني. اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وانت بعيد عن اهلك. اوعى تتخيل انك مهما كنت شاطر ربنا هيفتح لك الابواب المقفولة، وان الناس هتحبك وانت بتهينهم او بتضربهم او بتشتمهم او بتيجي عليهم وما بتفكرش فيهم لحظة واحدة. ربنا بيكرم البني آدم اللي خدام لأهله. أيوة، خدام لأهله. عايز ربنا يرضى عنك تبقى خدام لأهلك، تبقى تحت رجليهم. والله العظيم والله العظيم والله العظيم أبوك وأمك أكتر شخصين على وجه الأرض بعيد الشر عنك، لو احتجت واحد يتبرع لك بقلبه هيديهولك من غير ما يفكروا وبطيب خاطرك. خلي عندك إيمان، خلي عندك رحمة، خلي عندك حب، وخليك راجل بجد. لازم تاخد بالك من إخواتك، تبطل أنانية. أخوك الصغير ده أنت سنده ودعمه وظهره. أختك الصغيرة دي أنت لازم تكون سند ووتد وأرض ليها. احمد ربنا، احمد ربنا لو أبوك وأمك لسه موجودين في حياتك. أقسم بالله لحظة ما يبقوا مش موجودين في حياتك هتعيش طول عمرك تعيس. قوم دلوقتي بوس إيديهم ورجليهم وراضيهم عشان ربنا يرضى عنك.